هو انت بتبيع لي لسان الهلباوي؟ زمان قوي قوي في مصر لما المصريين كانوا يستغلوا حاجه ويبقوا شايفين ان قيمتها مش زي سعرها، كانوا بيقولوا الجمله هو انت بتبيع لي لسان الهلباوي؟ مين الهلباوي ده بقى؟ ابراهيم الهلباوي، القاضي اللي حكم في حادثه دونشواي. حادثه دونشواي هي انتفاضه من انتفاضات الفلاحين المصريين ضد الانجليز، لكنها كانت اقواهم واشجعهم. ايه اللي حصل بقى؟ مجموعه من الانجليز راحوا يصطادوا حمام في قريه دونشواي، على الرغم ان الفلاحين حذروهم كذا مره انهم ما ينفعش يعملوا ده وسط الارض الزراعيه والصبح. وفعلا اللي الفلاحين كانوا خايفين منه حصل. رصاصه طايشه اصابت مرات مؤذن القريه محمد عبد النجم، فقام اهل القريه على الانجليز علشان يطردوه. الانجليز ضربوا نار وقتلوا الشيخ الغفر اللي كان اصلا جاي ينقذهم من الفلاحين. فالناس صارت اكتر واكتر وهاجموا على الانجليز لحد ما طردوهم بره القريه خالص، وما بقاش غير 2، الكابتن بول وطبيب بيطري. فضلوا يمشوا ما بين الحقول لمسافه 8 كيلو في درجه حراره 42. الكابتن بول ما استحملش حلاوه شمسنا فجاله ضربه شمس وقع على الارض، ومن شهامه الطبيب البيطري زميله سابه مرمي على الارض، وكمل مشي لحد ما وصل لاقرب كتيبه للانجليز وبلغهم باللي حصل. وفعلا الضباط الانجليز خدوا بعضهم وراحوا يشوفوا اللي حصل لكابتن بول. لقوا جنبه فلاح اسمه سيد احمد سعيد عادي، فجمعوا عليه طعنوه وضربوه برصاص وهشموا راسه انتقاما لصاحبهم الانجليزي وكابتن بول اللي مات بضربه شمس يا عيني. وده لانهم كانوا فاكرين نفسهم في قريه دونشواي اللي حصل فيها اللي حصل. ايه علاقه بقى ابراهيم الهلباوي بده كله؟ ابراهيم الهلباوي كان معروف بلسانه الفصيح ومهارته في المرافعات وقدرته على انه يكسب اي قضيه بسهوله. لما حصل اللي حصل في دونشواي الحكومه شكلت فورا محاكمه عاجله للفلاحين ووكلوا ابراهيم الهلباوي للقيام بوظيفه النائب العام. ابراهيم الهلباوي قال ايه بقى؟ هؤلاء السفله وادنياء النفوس من اهالي دونشواي قابلوا الاخلاق الكريمه للضباط الانجليز بالعصي والنبابين، واساءوا ظن المحتلين بالمصريين بعد ان مضى على الانجليز بيننا 25 عاما ونحن معهم في اخلاص واستقامه. التاريخ دلوقتي بيصنف حادثه دونشواي على انها مقاومه الفلاحين المصريين ضد الانجليز، على الرغم ان وقتها الاحتلال واعوانه من جوه مصر كانوا شايفين ده خيانه تستحق اعدام كل اللي شارك فيها. المقاومه في نظر المحتل دايما خيانه او ارهاب علشان يلاقي مبرر لعنفه تجاهك. اصل بضربك علشان بتدافع عن ارضك مش تمام، لكن بضربك علشان ارهابي تمام. فمش كل تمام دلوقتي تمام.